التحدي النهارده احتمال التليفون ده يقع يا اما لا. الحكايه معتمده على حاجه واحده. التحدي معتمد على الورق ده. في 5 اسئله، اللي هعرف اجاوبه هجاوبه كده مش هقطع الحبل، واللي ما عرفش اجاوبه هقطع الحبل، ولو ما عرفتش اجاوب ال5 اجوبه اللي هي صعبه قوي للاسف التليفون ده الله يرحمه. شاهدوا الفيديو للنهايه عشان تشوفوا التليفون ده هيقع ولا لا. وعلى فكره في ورقه ممكن تنهي كل الورق ده اسمها فرجت، يعني من الاخر هطلع من التحدي وكده التليفون مش هيقع. يلا بينا. كان بيستنشق من لسانه، كان بيستنشق من اخويا بيستنشق من لسانه، اي حاجه بيعرف. طبعا يا جماعه معرفوش فاضطر اقص حبل. هم 5 حبال، قصيت حبل بقى 4. يلا بقى نشوف الباقي. غير حيوان الحمار ده يا جماعه معروفه، الجحش. حاجه بتشيل البني ادم والبني ادم بيشيلها بيشيلها. عشان نفسي بالعافيه. لا استنى، هتكتب لكم دلوقتي فوق في الشاشه بس انا معرفهاش يعني. يا جماعه تم قطع الحبل التاني، ربنا يستر. اكتر حيوان عنده ذاكره. في ايه هيقع النهارده ولا ايه؟ يلا بقى نشوف الورقة اللي بعديها ونشوف مكتوب فيها ايه. يا رب تكون حاجة بتاع الخازن يا باص. شيل شريط كمان. يا جماعة اللي مجمد قلبي ان انا بشتغل على تليفون اخويا، مش بشتغل على تليفوني اطلاقا، فمجمد قلبي شوية يعني، بس برضه مش عايزه يبوظ. حيوان ما بيبصش فوق، معروف يا جماعة. صح، الخنزير. لا شفتها قبل كده ملحوقة. بيقول لك اشترك في القناة صح، ما تشترك في القناة صح وخلص. اشترك بقى واعمل لايك. بص الشريط كمان يا فالح يا فالح، التليفون هيبوظ النهارده. ما فضلش الا شريط واحد. لا استنوا كده بس استنوا. انا هبعد والميكروفون هيبعد عشان بجد هتحصل عاصفة دلوقتي. يا جدعان هرميه بنفسي، بس انا لو قصيته من البتاعة دي ممكن فعلا كل حاجة تبوظ في الصالة، فانا هرميه دلوقتي. ما كنتش عايز كده بأمانة، بس هو اللي اضطرني. هو باظ، بس تعالوا نبص على الجانب المشرق. اتغسل يا جماعة، التليفون ده ليه 60 سنة ما اتلمعش، فاتغسل، فده حاجة حلوة ليه جدا يعني. ده كان التحدي النهاردة. هتستعمل اشتراك ولايك، والاشتراك اهم حاجة عشان تعبت اوي في التحدي ده، وكمان بوظت تليفوني. سلام.